عندك عرضة ولا مناسبة ولا بغيتي ديري مشروع الحلويات من دارك؟ هاد الفيديو غادي يفيدك بزاف. كيف ما كتشوفوا اليوم جبت لكم جديد كعب الغزال 2026 بريستيج راقي هماوي بالوان زاهيه ومذاقات مختلفه لذيذه بزاف وحده تنسيك في الاخرى، مع اسرار مهمه باش تنجح معاك من اول تجربه. غادي نشارك معكم اسرار المحترفين لاول مره تسمعيها، طريقه تلوين الكعبه وطريقه الطهي اللي كتخليه يبقى محافظ على اللون والشكل ديالو باش ما يتنفخش ويتحلك في الطياب، مع طريقة الاحتفاظ مدة أطول بالإضافة إلى ثمن البيع. ندوزو طريقة التحضير. قبل ما نبداو ما تنساوش دعموني بلايك واشتراك وبارطاجيو الفيديو مع العائلة والأصحاب، ونبداو على بركة الله. عندنا العقده ديال اللوز. هنا غادي نوريكم غير طريقه التلوين، اما بالنسبه للفيديو ديال العقده والعجينه غتلقاوها في صندوق الوصف اولا في اول تعليق. عندنا النكهات، عندي هنايا النكهه ديال الكراميل، النكهه ديال الليمون، والنكهه ديال البيستاش، والنكهه ديال الفريز. وغادي ندير معاهم الملونات الغذائيه. بالنسبه هنايا عندي اللون غوز، عندي اللون خضر على حساب النكهه ديال البيستاش، والغوز كنديروا الفريز، هاد الليموني كنديروا ديال النكهه ديال الليمون، وهنايا هاد الاخضر الملون سائل في حاله ما احتاجيت ليه، وعندي الملون زرق. عندي النكهه ديال الكراميل غندير ليها الملون اسود، اولا تقدروا تعوضوها بالكاكاو الا بغيتو يجيكم مارو. انا بغيتو يجيني في الكحل فدرت ملون كحل. اذا كنقسموا العقده ديالنا، كنقسموها يعني في الميزان، كنعبروها وكنقسموها على 5 اشكال ولا شحال بغينا ديال الاشكال باش كيجيونا كلهم مقادين، كلهم عبار واحد. انا درت هنايا 5 اشكال. كناخذوا الشكل الاول كنديروا ليه النكهه ديال الفريز وكندلكها مزيان وكنشوف اللون اللي خرجت ليا. كان اللون يعني ناقص شويه، بغيت نزيد مثلا اللون، ما كنزيدش النكهه. الا زدت النكهه كتجيني حاره بزاف، فكنضيف فقط الملون حتى كنحصل على اللون اللي باغاه، وكندير نفس الطريقه لباقي الاشكال. ندوزو دابا لون العجين. بنفس الطريقه كنقسموا العجينه على 5، وكل جزء كنلونوه بوحدو، غير هو ما كنديروش النكهه نهائيا، فقط كنكتفيو بالملون، حيت الا درنا النكهه في العقده وعاودنا درناها في العجينه كتغطي لينا المذاق ديال اللوز، فكنتفاداوها وكنديروا الملون وكندلكوا العجينه مزيان. يعني كندخل في هذاك الملون، ماشي مشكل العجينه تدلك، كتشكلوها عادي ما كيوقع لها والو. كيف ما خدمت هذا اللون غادي نخدم باقي الالوان، وكل لون غادي نوضعوه في بلاستيكه بوحدو باش ما يطلقش في اللون الاخر. ندوزو للعقده. هنا درت كل وحده فيها 10 غرام، حيت انا بغيت الكعبه تكون شويه متوسطه، يعني ما كبيراش بزاف وما صغيرهاش. بالنسبه اللي بغاها كبيره كيدير فيها 16 غرام، واللي بغاها صغيره ميني كديري فيها من 8 7 غرام. كيف ما كتلاحظوا كنغطي العقده ديالي ببلاستيك غذائي باش ما تنشفش، كنخلي فقط البلاصه اللي غادي ناخذ منها، والشيء الاخر خصو يكون كامل مغطي، حيت الا بقى ونشفات لينا العقده كتولي تفرتت وما كنقدروش نشكلوا الكعبه. نسرح العجينه ونحاول ما نرققش بزاف. تقدروا تستعملوا الوراقه الا كانت العجينه قاصحه، انا حيت العجينه مدلوكه تسرحات بسهوله. كيف ما كتلاحظوا كندهن صباعي بالزيت باش ما تلصقش ليا العجينه في يدي، وما كنديرش الدقيق باش ما تقصحش ليا العجينه، حيت ملي كنخدم فيها وكنقطع وكنعاود نخدم بالعجينه كتقصح ليا. كيف ما كتلاحظوا بعد ما سرحت العجينه كنوضع العقده وكنشكل الكعبه ديالي. بالنسبه لطريقه تشكيل الكعبه غادي تلقاوها في الفيديو في صندوق الوصف ولا في اول تعليق، راني شارحه في ذاك الفيديو جميع التفاصيل ديال الكعبه. وبالنسبه لهذا الفيديو انا وريتكم الطريقه ديال التلوين، وغادي نوريكم السر اللي كيخلي الكعبه تبقى محافظه على الشكل ديالها وما تنفخش، وكذلك تزيين الكعبه بطريقه احترافيه. هنا بالنسبه للعجينه الا بقات لك واحد الفقاعات كديري فنيته وكتضغطي عليها صافي كتحيد، ما كتبقاش، لان الا بقات لك هذيك الفقاعات باينين في العجينه فاش كتدخل الفران كتنفخ. هنا بالنسبه للمبتدئات راه خرج واحد المرشم ديال الكعبه. كتاخدي العجينه وكتوضعي وسطها العقده وكتحرب ليها وكتدخليها لهذا المرشم، كديري شويه ديال الدقيق في المرشم باش ما تلصقش، وكتدخلي الحربول وكتضغطي مزيان باش كتاخد الحجم ديال الكعبه، وكتخبطي المرشم على سطح العمل وكتحصلي على الكعبه ديالك. كتزيدي تطلعيها شي شويه باش ترقاق، وكنحصلوا على الشكل ديال الكعبه، وكنفينيها بالجراره الا كانت شي بلاصه زايده. وهذه الكعبه اللي خدمناها بطريقه عاديه، والكعبه ديال المرشم كيف ما كتلاحظوا نفس النتيجه. بالنسبه للمبتدئات كتبقى طريقه اسهل واسرع. كنخليو الكعبه ديالنا حتى كتنشف تماما، اولا كنخليوها تبات حتى الغد ليه، وكنتقبوها بفنيته قبل ما ندخلوها الطيب. كندير 3 تقيبات بالفنته من الفوق وكنخرجهم من التحت، وكندخلهم حتى من الجنب وكنخرجهم من الجنب الاخر.
يعني 3 من الفوق و3 في الجنب، وكندخلها الفران. وهذا هو السر اللي حتى شي واحد ما كيبغي يقولوا لكم، هو طريقه الطهي. كندخل لاطا في الفران بارد، الا كان ديال الغاز كندير عافيه مهيله شمعه، والبيبان كيبقاو محلولين، ضروري كيبقاو محلولين مزيان. الا كان الفران كهربائي ضروري الفران خصو يكون بارد، وكندير اقل درجه ممكنه، وكنخدم الفرفاره بحال الطياب ديال الفقاص، وكنخليها حتى كتحمر شويه من التحت، غير الذهب ماشي تحمر بزاف. كندهنها بالزبده وكنهبطها نخليها حتى كتشمع شي شويه من الفوق، ما نخليهاش بزاف. وهذا تاني سر من الاسرار، حيت الا خليت الكعبه بقات بزاف في الفران اولا نتسناها حتى تحمر ليا بزاف من الفوق، فراه كتنفخ وكتفرقع. من بعد كندهنوها ببياض البيض مع القليل من مزهر وسكر كلاصي، وكندخلها غير شويه، غير ينشف داك البيض ونخرجها باش كتعطينا لابغيونس في الكعبه. ندوزو دابا لطريقه التزيين. عندنا الليمون معسل، قشور ديال الليمون معسلين، كنزيد نقطعهم شويه، بيستاش مهرمش محمر ومهرمش، اللوز محمر ومهرمش بقشورو، عندنا هاد الوريقات هاد اللون الزرق، عندنا الورد بلدي، وعندنا هاد الوريقات الصفرين، واوراق الذهب. كناخذوا الناباج وكندهنوا هاد النص ديال الكعبه من الفوق بهذا الشكل، وكنوضعوا القشور ديال الليمون معسل. صراحه كيجي المذاق ديالو مواعر. هاد الكعبه بالمذاق ديال الليمون راه كتجي خطيره خطيره، جربوها وردوا عليا. وكنزين بشويه ديال العقيق ابيض. المهم التزيين كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب داكشي متوفر عندك، هادو كيبقاو مجرد اقتراحات. وبنفس الطريقه كنكمل باقي الاشكال. بالنسبه لهاد الشكل كعبه عاديه، كندهن النص ديالها بالناباج وكندوزها في اللوز مهرمش، وكندير اوراق الذهب في الوسط بهذا الشكل. كيجي المنظر ديالو راقي وجميل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكعبه بريستيج اللي كتجي اكثر من رائعه، مذاقات لذيذه واشكال كتحمق ديال المناسبات وديال النهار الكبير. بالنسبه لثمن البيع كيبدا من 150 درهم الكيلو، وانت طالع على حساب المكونات وعلى حساب المنطقه اللي انت فيها. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا. ما تنساوش تدعموني بلايك وتعليق زوين، وشكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.